ومين عاقل بيقول البسبوسة لأ؟ يا وعدي بقى لو كانت دايبة دوب بالشكل ده، حلوة كده، سواء سخنة أو باردة، طعمها بجد حكاية. أول حاجة هجيب عندي دقيق سميد نص كيلو تقريبا، ويكون ناعم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بدون أي إضافات خالص. هنزل بقى كمان بمعلقتين من جوز الهند يكون متحمص، هضيفهم على دقيق السميد. وعندي بعد كده نص كوباية من سمنة بلدي تكون سايحة. ابتدي بقى اعمل عمليه فرك كده وبس السميد كله لحد لما يوصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي بقى في الطاسه اللي انا اوريدي سيحت فيها الزبده، طاسه نيوكلاين طبعا، اللي هي 5 مللي للسماكه بتاعتها. مش بس كده، دي كمان 9 طبقات من التيتانيوم. كوبايه من اللبن، وعليها بعد كده كوبايه من السكر. طبعا عندي معلقتين كبار من العسل النحل او عسل جلوكوز المتاح عندك. بعد ما تقلب كده وداب بالشكل ده دوب بس يدفى، ابتدي بعد كده انزل بيه على الخليط بتاع السميد. هقلبه كويس جدا بس يا دوب يتوغل كده جواه وتتلم كده المقدار نفسه. ابتدي بعد كده هضيف عندي في صينيه هيكون عندي ورق زبده فيها وادهنه كويس، او لو انا مش عايزه اقلبها خلاص من غير ورق زبده. ادخلها بقى الفرن على درجه حراره 220. هتفضل عندي بالظبط حوالي من 20 ل 25 دقيقه في رف وسط. نيجي بقى للسيرب بتاعنا اللي هنعمله برده في حله نيوكلاين. عندي هنا هضيف السكر، وهضيف كمان الليمون، وهضيف الميه، وبعد كده كمان هضيف عود قرفه خشب. استنى لمده 7 دقايق بالظبط لحد لما السيرب يبتدي معايا يكون خفيف بالشكل ده. بعد كده البسبوسه بعد ما خرجت بالشكل ده وباللون ده وهي سخنه وكمان السيرب عندي بيغلي، ابتدي انزل بالسيرب. اول ما بنزل باول كبشه بالشكل ده بتلاقوها اتشربت معانا لحد لما تتسقي زي الرز بالظبط. يكون السيرب كده عندي على الوش. هدخلها تاني الفرن بعد ما طفيته بس لسه محتفظ بالحراره بتاعته لمده 5 دقايق لحد لما تتشربها خالص. ابتدي بعد كده اقطعها او اقلبها زي ما انا حابه، حته قشطه جنبها او ايس كريم او مكسرات او زي ما تحبوا اي صوصات انتوا عايزينها. بجد هتعجبكم، طعمها روعه.